السلام عليكم. السعادة كتكون في العطاء أكثر من أنها كتكون في الأخذ. واش تعطي كتحس بواحد السعادة، خصوصا إلا عطيتي في الخير، خصوصا إلا كتشوف بلي هذاك الشخص كيستحق العطاء، خصوصا إلا كتشوف داك العطاء ديالك تعطى للفئة اللي كتستحق وكتشوفهم باللي استافدوا منها، كتحس بواحد السعادة كبيرة. نتوما غتكونوا كلكم شفتوا الإخوان ديالنا ملي طرات لهم ديك الفاجعة، وملي كاع الناس بداو كيجمعوا لهم المساهمات وكيهزوا من المال ديالهم من الجيوب ديالهم وكيشروا لهم، كتحس باللي كاين واحد الفرحه وواحد السعاده. هو راه كيعطي فلوس وكيعطي الرزق ديالو، وانتم عارفين السميك في المغرب شحال داير، وعارفين باللي شحال من واحد كيمشي للاسواق الممتازه وكيعمر الشاري ديالو، كاين اللي عنده تما 2 المليون وربما اكثر. وهو راك عارف السميك كيفاش داير، وكاين اللي علم الله كيفاش الظروف ديالو، ولكن رغم ذلك عطى. وكاين اللي ما عمر لا شاريو لا والو، مشى غير للدار ديالو وهز من الحوايج ديالو اللي كيلبس بطبيعه الحال، حيت واخا كاين اللي كيقول لك هذاك الشيء غير قديم، ولكن هذاك اللي عطى راه ماشي قديم بالنسبه لي، حيت راه اصلا هو جبدو من الماريو ودار ليه الريحه وهز واحد الحاجه اللي اصلا كيلبسها، ولا ربما كاع احسن ما عنده كيتمنى باقي يلبسو، ولكن النفس ديالو جادت باش ان واحد خوه اخر يلبسو. هنا كتشوف هذا الشخص ملي كيعطي بواحد الابتسامه وبواحد الفرح، رغم ان عطى من عنده ماشي خدا. داكشي علاش سبحان الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الصدقه، والاسلام كيوصي على الصدقه وكيوصي على التضامن، حيت ملي كتعطي كتحس بواحد السعاده، وسبحان الله ديك السعاده كيخلفها الله. هنا كتشوف باللي النفسيه ديال بنادم السعاده ديالها كتكون مجبوله عن طريق العطاء اكثر مما يكون عن طريق الاخذ. وتخيل معايا لو ان هاد الناس تسناو وخلاو حتى الدول الاخرين يعطوهم، ولا خلاو حتى السلطه انها تبقى دير واحد المجهود باش تعطيهم، هنا غتحس بواحد الكآبه. ولكن بما انك انت ما عندك والو، ولا ربما عندك غير واحد شويه وعطيتي، كتحس بواحد السعاده لدرجه غتحفز حتى السلطه انها تعطي، وتحفز حتى الدول انهم يقترحوا باش انهم يعطوا. هذه من بين الامور اللي لاحظتوا غتكونوا لاحظتوها. الناس راه عطات رزقها وعطات فلوسها، ولكن كتعطيه بواحد السعاده. وهذا الشيء كيبين باللي الاسلام هو واحد الدين عظيم، واي امر من الامور اللي كيطرا كيكون ديجا داوي عليه الاسلام وشارحه. الاسلام ما داويش غير على الافعال والتصرفات، ولكن الاسلام شرح حتى النفسيه ديال الناس، حتى علم النفس ممكن انك تلقاه في الاسلام. هذا الموضوع هذا ناقشته معكم في اطار داكشي اللي كنشوف في الوجوه ديال الناس ملي كيعطوا بواحد الفرحه وبواحد السعاده. وانتم شنو بان لكم؟ واش الملاحظه ديالي في المحل ديالها ولا لا؟ وشاركونا في التعاليق، كل واحد يقول لنا وجهة النظر ديالو. السلام عليكم ورحمة الله.